بعد كده. تمام كده؟ اقول لك بقى على تجربه لطيفه جدا، يا ريت لو تطلعوا الصوره الظريفه بتاعه القط والفار. الصوره بتاعه القط والفار يعني دي التجربه. اهي الصوره القط اهي. جميل، عايزاكم بس تتفرجوا. الفار غلبان خالص، بيزقها زقه بسيطه وهي بتصرخ صريخ فظيع. تمام كده؟ وبصوا الحاجات المحطوطه في دماغها دي، المفروض ان هم بيدرسوا هنا يعني دي حاجات متوصله زي رسم المخ ورسم العضلات وحاجات كده. بيعملوا تجربه. تمام. وهي القطه دي منزعجه من الفار كده. ما انا هقول لك بقى دلوقتي. هشرح لك بقى التجربه. خلاص يعني هي التجربه في الكتاب ده علشان يعني لو هتعملوا فوكس على خلاص. تمام كده؟ علشان ايه؟ مش بألفها من دماغي. خلاص. التجربه بتقول ايه بقى؟ بتقول انه لما شايف الكيج، شايف القفص الصغير قد ايه، وشايف القط والفار جنب بعض ازاي، فيقول لك لما بيقدموا للقطه فار في حته صغيره قد كده، تقوم القطه يلاقوها بتعمل ايه؟ بيقعدوا يدرسوا لها رسم المخ بتاعها وجميع اماكن المخ بتشتغل فين وانهي جزء شغال وحاجات من هذا القبيل تبع السلك المتوصله دي. فيلاقوا انها بتعمل حاجه غريبه جدا، تقعد تخبط الفار كده الاول، بعدين تخبطه كده تاني، بعدين تخبطه كده تاني، والفار يتذعر وتقعد كده شويه وبعدين تجهز عليه وتبلعه. فهم كانوا بتوع علم النفس البيولوجي او والسلوكي، نفسهم يعرفوا لماذا هذا السلوك. ليه ما تاكلوش على طول؟ ليه ما تاكلوش على طول؟ ما هو مش هربان منك في حته، لانه ما فيش حته يهرب منها. ده بتاع قد كده. يعني لو جبتي كده هو خلاص انت مسكتيه، يعني القطه يعني. فغريبه قوي ليه بتعمليه كده. فيقول لك قال ايه؟ انه هي بتتاكد من الصوره الذهنيه للفار، هل انت ضحيه فعلا ولا لا؟ هو انا فعلا ممكن اجهز عليك ولا لا؟ وكأن مفيش حد متاكد ابدا انه جامد وانه قاهر. هو عشان انا اقهرك لازم انت تسمح لي، تبقى ضعيف. فانا هجرب. خبطتك كده لقيته عيني بقى بيزوغ، خبطته كده تاني بيفرفر، خبطته كده تاني فلما اتاكدت اجهزت عليه. تمام. يجي فار تاني بقى حقنوه ولا مؤاخذه يعني عايز اسقف لك صراحه. ينفع لو لا استنى انا اقول لك الحته الحلوه. لا والله دي جديده، دي جديده. اقول لك الحته الحلوه. حقنوا الفار الجديد ايه بقى؟ تستوستيرون. ايه التستوستيرون ده؟ ما يخافش. ده هرمون الذكوره. هرمون الذكوره. صح، الذكوره مش الرجوله. صح. تمام كده. يعني لو الفار ده راجل لا مؤاخذه بيقف لها كده بقى، فتخبطه كده ما يتحركش، تخبطه كده ما يتحركش، وفضلت تعمل كده، وبعدين رسم المخ يرتفع، الذعر عندها وكأنها فجأة تصورت ان هو طاغية، فتقزمت واصبحت فيكتيم وخافت، وفضلت تصرخ كده في القفص. انت متصور؟ وهو يعني لازق فيها لازقه صغننه بيعمل لها كده، وهي تصرخ. الادوار اتقلبت، فيبقى بس ان يبقى الفار راجل. مذيع السقف